السلام عليكم، إيه الاخبار؟ انا بس في كلمتين محشورين في زوري طلع اقولهم. الاستاذه ياسمين عز الاعلاميه المشهوره مؤخرا صاحبه الترند. ما هي بقت بلعه وبتدفع علينا وبتجيب لنا اشكال نعلم بهم الا ربنا. واحد بسبب علبه كشري بقى خلاص مش شايف حد قدامه وبقى محسسني ان هو رئيس مراجع مولد النبي. والتانية بسبب ان هي شايفة ان الرجالة مش واخدين حقهم، طالعة عاملة حزب ياسمين عز لمكافحة الحشرات. انا مش عارف انتوا إيه حكايتكم بالظبط. انا مش عارف، البلاعة طفحت وجابت اخرها بالنسبة لنا، بيظهر لنا اشكال ما يعلم بهم الا ربنا. يعني انت شايفة ان الرجالة والستات في مصر متوافقين مع بعض، طالعة انت تعملي حزب ضد الستات وتحرضي الرجاله على الستات؟ انت شايفه ان الدنيا متظبطه قوي يا اختي؟ وبعدين انت ايه حكايتك؟ ايه هو اللي كتف الراجل وحاجات الراجل ومحتاجات الراجل؟ انت ما انت عايزه واحد يشكمك يا بت؟ انت ايه حكايتك يا بت بالظبط؟ انا عايز افهم. يعني انت طالعه تقرفي الناس اكتر ما هي قرفانه. يعني الناس في ظل ان هم مسحولين وقرفانين وزهقانين ومكبوتين ومخنوقين، طالعه تقرفي الناس اكتر. انت مالك ومال الناس؟ وبعدين داخله في بيوت الناس وداخله في حياه الناس وكريستيان وجورجينا. انت مالك ومال الناس؟ ما تسيب الناس في حالها. سيب الناس في حالها. انا مش عارف الاقي منين ولا منين. وبعدين التاني ده كانت علبه كشري ما يعلم بقى الا ربنا. والله العظيم ثلاثة، أنا ما بقيت أحب الكشري ولا بقيت أطيق ريحته ولا بقيت أمي في يوم من الأيام بتعمل كشري بقول لها ما تعمليش كشري، مش عايز آكل كشري. كرهته. كرهتوني في الكشري وكرهتوني انا مش عارف يعني لحد امتى هيفضل يطلع لنا عاهات كده وحاجات بنعمل لها قيمه من لا قيمه وبعدين انا تعبت. بس خلاص.